حبايبي، اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه الكسكسي، هنعمله بطريقه حلوه قوي. انا طول عمري متعوده ان احنا نعمله على شوربه بط، نعمله حادق على شوربه بط. تمام. المره دي هعمله حادق وحلو، ونعمل حادق كمان على لحمه، وهقول لكم ازاي هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، انضف كتير من ان احنا نشتريه من بره. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه انا جبت نص كيلو دقيق. تمام كده. وبعدين جبت معايا كوباية مية، وهحط عليها شوية خميرة صغيرين، وكمان شوية ملح صغيرين، وهقلبهم مع بعض. وبكده هكون الحاجة جاهزة معايا. طبعا اللي عنده كبة هيسهل عنده كتير، او اللي عنده المطحنة اللي هي بتاعة الخلاط الصغيرة دي. بس الكبة طبعا هتسهل عنك كتير جدا. تمام. هبتدي بقى احط الدقيق في الكبة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه، وهبتدي من الفتحة اللي فوق في الكبة. هبتدي اضيف من الميه اللي انا حطيت لها الخميره والملح شويه بشويه. تمام. واشغل الكبه لحد لما هو يخرز معايا كده، واحس ان لون الدقيق راح منه، او الدقيق راح وبدا يتكتل كده كتل بسيطه صغننه. وكل شويه بضيف ميه حبه بحبه لحد لما احس ان هو خلاص يعني بدا يتكتل كده ويتشكل شكل الكسكسي. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ اهو. شكله بقى حلو جدا. تمام. لو عندي كميه كبيره طبعا هعملها شويه شويه. خلاص كده لحد لما اخلص الكمية بتاعتي، لكن انا المرة دي عاملة كمية صغيرة. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده. مش هتضطري تشتريه تاني من بره. اللي ما عملناش لايك يا جماعة ينزل يعمل لنا لايك دلوقتي، لان اللايك ده بيفرق معانا كتير. تمام. احنا كده خلصناه زي ما احنا شايفينه كده. لو في اي كتل ممكن افككها بايدي كده بالشكل ده. شايفين بقى الجمال بتاعه اهو. هكون بقى محضرة عندي انا حلة الكسكسي، واللي ما عندوش حلة للكسكسي هيجيب مصفى وتكون مناسبة حجمها لحجم حلة تانية على قد المصفى. بس انا عندي حلة الكسكسي هجيبها، واجيب قماشة بيضة او شاشة بيضة، طبعا عشان الحاجات القماشات الملونة ممكن ينزل الاسباغ بتاعته على الاكل، فبلاش، يفضل ان هي تكون بيضة. وهنزله فيها بقى. والحلة بتاعت الكسكسي هبقى حاطة فيها مية من تحت واسيبها تغلي. خلاص. بس اهم حاجة المية دي ما تلمس الكسكسي ولا القماشة او الشاشة اللي هو فيها خالص، ولا توصل للمصفى دي خالص. اوعى توصل للمصفى عشان ما نبوظهوش. يا دوبك شوية تحت كده، عشان ده طبعا انتوا عارفين ان احنا بنسويه على البخار. هاخد المصفى بتاعتي بقى واحطها على الحلة بتاعتها. شايفين؟ حطها بقى واغطيها. اكمني الكمية صغيرة، يا دوبك هتاخد يعني نص ساعة بالكتير قوي، مش اكتر من كده. تمام. ده كان بقى بعد نص ساعة جبته، وهبتدي انزله من القماشة بتاعتي، وهبتدي افكه بقى تاني او افككه. خلي بالكم العملية دي ان انا احطها على البخار هعملها مرتين، دي مرة منهم، في مرة تانية كمان. هبتدي برضو افكك منه لو في اي تكتلات او اي حاجة. حسيت ان في تكتلات برضو ممكن اضربه كمان مرة في الكبة. حسيت ان في تكتلات شوية فهعمله في الكبة. ممكن ما يحتاجش وممكن الاقيه يحتاج. تمام. الكبة هتسهل لي كل حاجة، يا دوبك ضغطة واحدة بس او ضغطتين بالكتير قوي، يا دوبك يفك بس التكتل بتاعه شوية. طبعا هو لازم يبقى فيه تكتل بسيط، احنا عارفين طبعا. تمام.
تمام اهو، بس كده بقى زي الفل معايا. هارجع بقى احطه في نفس القماشة واحطه على البخار تاني، خلاص، واسيبه كمان 10 دقايق عشان الكمية صغيرة. ممكن الكمية توصل لساعة في المرة الأولانية ونص ساعة في المرة التانية على البخار، تسوية على البخار ده لو كانت كمية كبيرة 2 كيلو 3 كيلو، وفي ناس بتعمل كميات أكبر بكتير، لكن ده نص كيلو فحاجة بسيطة. هبتدي بقى أضيف له مية قبل ما احطه تاني في الشاشة. هضيف له شوية مية كده لأنه طبعا هو بيكون ناشف شوية، وشوية زيت. الزيت ده بيخليه مفرفر وحلو، طبعا زيت نضيف، زيت بتاع ده ذرة كده يعني، شوية صغيرين بس عشان ايه يبقى يعني الحباية مش لازقة في اختها يعني. ده غير الزبدة اللي هنحطها طبعا بعدين. وهرجع احطه على النار بقى بعد كده على في الشاشة بتاعته او القماشة، وبعدين احطه على البخار واسويه تاني. بعد التسوية التانية بقى لو لقيت فيه برضو اي تكتلات برضو هعمله بالكب. تعالوا اوريكم ازاي بعد ما استوى وخلاص حطيته مرتين على البخار. هبتدي بقى اجيب حتة زبدة حلوة كده وانزل بيه بقى بعد ما عملته مرتين على البخار. دي شوربة معاه، دي شوربة لحمة. طبعا هو بيبقى تحفة جدا بالبط وشوربة البط، بس برضو شوربة لحمة كانت جميلة جدا برضو. هنزل بقى بالكمية معايا على الزبدة، وهبتدي احط له كمان شوية شوربة. وكده النوع الحادق هيبقى جاهز معايا، مفيهوش اي حاجة وسهل جدا. شايفين؟ طبعا احنا عارفين في الدول العربية زي تونس والمغرب بياكلوه طبعا مع الخضار واللحوم وكده، فجربوه والله حلو جدا. بصوا بقى الحلو، حطيت له برضو حتة زبدة، بس بدل ما هسقيه شوربة هسقيه مية عادي. تمام. تمام. دي بقى حتة زبدة هسيح فيها قطع اللحمة اللي هقدمها مع الكسكسي الحادق. كنت بحمرها كده، الحركة دي بتوديها في حتة تانية. بعد ما تتحمر بقى من ناحيتين، دي لحمة مسلوقة طبعا، بعد ما تتحمر من ناحيتين بقوم حاطه بقى ملح وفلفل وبتبقى تحفة جدا. بصوا بقى ده شكله بعد ما تقدم مع اللحمة، ده الحادق. وده الحلو. الحلو اهو حطيته في كاس او في طبق او في اي حاجة. وبعدين عشان اديله السكر بتاعه، ده سكر بودرة، دي احط له شوية على الوش كده. شايفين؟ واحط عليه بقى شوية مكسرات، زبيب، جوز هند، زي ما انا حابة بالشكل ده. شايفين الجمال بقى؟ يلا جربوا الطريقتين على، يعني هي طريقة واحدة بس عملنا منها صنفين مختلفين. يلا على طريقتي وقولوا رأيكم ايه في التعليقات. منساش لايك وشير والاشتراك في القناة.